بعد 40 يوم من النوم على البلاط خلاص مش هنام على البلاط تاني. الصغنن ده هيجنني يا ناس. طبعا باين من بدايه الفيديو ان انا مش هنام على البلاط، يعني في سرير. وقفت واهلا افكر لقيت لذاذة القطط طلعت في الفيديو، فقلت اوريكم اللذاذة. طلبت سرير يا جماعه اونلاين. قدامنا بتاع 30 دقيقة ويوصل، فلازم ننظف الفوضى دي عشان هنحطه هنا. كنا بننام على الارض، دلوقتي جبت سرير ومرتبة جداد. بصوا في احساس كده جوايا بالفرح والسعاده. اللي شاف الفيديو ده هيفهم انا قصدي ايه. مش هخبي عليكم، انا كل اللي كنت امتلكه من اساس في البيت ده هو الترابيزة والكرسي دول. ودلوقتي وبعد تعب ومجهود كبير بقى عندي سرير ومرتبه. انتوا متخيلين الوضع بيتطور ازاي؟ ولسه نظفت الأوضة ومسحتها. يا جماعه بقى عندي سرير الحمد لله. عارفين ان انا ما عنديش دولاب؟ شايفين الشنطه اللي انا مكربس فيها هدومي على الارض دي؟ انا عارف ان الدولاب مش احسن حاجة، بس انا بجد يعني مبسوط قوي بيه. وعلى فكرة محدش لسه قال لي مبروك في الكومنتات ولا عملت لايك للفيديو. سيبونا من الدولاب بقى وتعالوا نشوف السرير شكله النهائي عامل ازاي. الصراحة تحفة وعاجبني جامد قوي قوي. مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس انا اشتريت ركنه. بالله عليكم في كرم اكتر من كده من ربنا؟ اهي يا جماعة الركنة طلعتها وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده اهيت، ولسه بس هشيل الكاس من عليها عشان خاطر اجهزها للقعدة. وعلشان القعده تكمل وعشان اعرف اشغل البلاي ستيشن اليتيم اللي بقاله شهرين ما اشتغلش، كان لازم اجيب شاشه. وجيس وات، جبت شاشه 43 بوصه سمارت. طب ايه بقى، نقول بسم الله ما شاء الله ونعمل لايك للفيديو. محتاجين نحط ستارة، محتاجين هنا ستارة سودة، ومحتاجين برضو كومودينو هنا صغير عليه لمبة كده يكون شكله حلو. الفيديو ده هو المعنى الحقيقي لجملة اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وان شاء الله باذن الله هتشوفوا معايا في المستقبل الشقة دي هتبقى عاملة ازاي، وباذن الله باذن الله يكون من خلال الفيديو ده اقدر اوصل ليك ولاي حد بيدعي ربنا بس مش بيشتغل. يا جماعه اشتغلوا، ما ينفعش ندعي ومن غير سعي بقى ننام والحاجه تجيلنا لحد عندنا. فرضا يعني ان انا كبرت دماغي وما جبتش خداشات للقطط، صدقوني السرير ده في ظرف شهرين هيكون كله بايظ. بصوا يا جماعة التفاصيل بتاعتها عاملة ازاي، ودان وكور وديل والدنيا ايه اخر حلاوه. وطبعا جايبها باللون الاسود عشان خاطر تليق مع السرير والكنبه اللي بره. ايه يا قمر، انت بتجرب الخداشه يا قمر؟ جماعه في مفاجاه، انا جبت ستار يا جماعه. قوموا بقى شوفوا وراكم ايه واعملوه واسعوا لتحقيق اهدافكم، وانا كمان هقفل معاكم واقوم اشوف انا اهدافي ايه واكملها. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الحاجات اللي انا جبتها، ذوقي حلو ولا مش قد كده؟ واعملوا شير لو تقدروا للفيديو، ولايك طبعا ده اهم حاجه. خلوا بالكم من نفسكم، دعواتكم ليا. كنت هنسى اوريكم الجزمه دي، انا اشتريتها عشان خاطر انا الجزم بتاعتي كانت محطوطه قدام الباب الاوضه كده على كرتونه. بس يا جماعه هي مش احسن حاجه. شفتوا البتاعه دي، الورقه دي كانت عباره عن الرفوف، يعني بصوا بتتقطع بسهوله جدا، فما انصحكوش بيها بقى. شايفين اللي هناك ده المطبخ. استنوا الفيديو بتاع المطبخ لان هو دلوقتي مش تمام خالص اللي انا هوريه لكم، وكمان هوريه لكم بقى في فيديو كامل بعد ما اكمل ديكورات الشقه والحاجات اللي انا لسه عايز اكملها، الكومودينو والحاجات بقى الزرع والاكسسوارات والحاجات دي. هخلص واعمل لكم فيديو كامل بقى اوريكم الشقه كلها لما تكون جهزت وكله 100 100. بصوا يا جماعه الشاشه دي اي كلام، جودتها وحشه خالص، بس هي حاجه مؤقته عبال ما اقف على رجلي واجيب حاجه نظيفه. فعشان خاطر لو حد بس لمح الماركه بتاعتها وحب يشتريها ولا حاجه، هي يعني جيبها لو انت مزنوق قوي في شاشه.